بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وربيع قلوبنا ونور عيوننا النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، سألني بعض المتابعين الأحبة بورد يكشف البصيرة وينير البصر ويأتيك العلم بما تريد بالرؤية المنامية النورانية، بحيث تأتيك كفلق الفجر كفلق الصبح واضحة نيرة بينة. وحقيقة هنالك ورد عجيب لكشف البصر وفتح البصيرة، وهذه البصيرة التي نتكلم عنها نحن البصيرة النورانية، لأن البصيرة هنالك ثلاثة أنواع: هنالك البصيرة السفلية، هنالك البصيرة الأرضية، وهنالك البصيرة النورانية العلوية. البصيرة السفلية التي تفتح باستخدام الشياطين، اللي هي يستخدمها السحرة بالتعاون مع الشياطين، كقراءة الطلاسم والأقسام الشيطانية وكتب السحر وبعض الأقسام مثل كتاب شمس المعارف الكبرى. كثير منهم سبحان الله يعني أصبحوا ممسوسين بسبب قراءة هذه الكتب. نعم، كتب السحر عامة. والبصيرة الأرضية هي قد تكون بالتعاون مع الجن، لكن هذا الجن قد يكون مؤمن وقد لا يكون كذلك، وقد تعود بسلبيات كثيرة، وقد تعود بمس على صاحب هذا الحال. لذلك نحن لا ننصح بكل ذلك، فقط اجعل توجهك رباني، خليك على السنة النبوية المحضة الصحيحة، اقرأ القرآن واقرأ السنة، فقط ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في كتاب الله وما ورد عن الصالحين الأولياء العارفين بالله. هذه الطريقة الصحيحة لتحصيل الرؤية النورانية اللي ما عليها أذى وما عليها بأس، وبتكون فتح عظيم من الله سبحانه وتعالى. طيب، الورد الذي أعلمكم إياه لفتح البصيرة وكشفها اللي هي آية 59 من سورة الأنعام، وآية 35 من سورة النور، وقول الله سبحانه وتعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. نعرف القصة لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة رضي الله عنها، فكشفت هذا السر، كشفت سر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، مع أن النبي أمنها أن لا تخبر أحدا. لكن سبحان الله هذا فيه فائدة، أن النساء بشكل عام قليل منهن من يكتمن الأسرار، فهن ناقصات عقل ودين. وفي فائدة من عرف بعضه وعارض عن بعض، أنه أنت لا تؤاخذها بكل ما تقول، يعني لو أخطأت 10 مرات أخذها ب5 مرات. نعم، هكذا يشير العلماء. لكن هذه الآية لها سر خطير جدا، وفتح عجيب، وتأثير نوراني كبير على فتح البصيرة. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. آية 59 طبعا تكررها 66 مرة. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، 66 بعدد حروف لفظ اسم الله الأعظم الله، وهذا يعلم أصحاب الخبرة، فهو عدد قوي جدا 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 مناسب. ما حبيت أنا أحكي لكم 313 لأنه في جهد كبير، وكثير من الناس عندها أوراد ولا تستطيع أن تلتزم بهذا العدد الكبير، فأنا صرت على 66، هو عدد كامل قوي جدا نافع. فآية 59 من سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. طبعا هي 5 مفاتيح كما جاء في الأحاديث الصحيحة، لكن شوف
هذا العلم المطلق والإحاطة، إحاطة علم الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وفي أحاديث كثيرة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما في شجرة ولا بمقدار إبرة إلا عليه وعليها ملك قائم يكتب ما يسقط منها، ويكتب كل شيء حتى الرطب واليابس. فسبحان الله الذي أحاط بكل شيء علما، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لاحظوا كلمة مبين، ولاحظوا العليم الخبير. وفي الآية الثالثة اللي هي 35 من سورة النور، اللي هي آية النور، يا أخوان هذه الآيات الثلاث هي سر فتح البصيرة، إلها أسرار وقوة عجيبة في فتح البصيرة. أنا أنصحكم بها، كل واحدة منها 66 مرة. طبعا الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. لاحظوا كلمة عليم، كلمة مبين، نبأني العليم الخبير. نعم، كلها هذه لها تأثير عجيب جدا على فتح البصيرة ورؤية ما تريد في منامك. رؤية ما تريد في منامك. طبعا في حديث وفي دعاء جميل جدا كذلك تلتزم به وتقرأ كذلك 10 مرات بين كل آية وآية. احنا صار عندنا 3 آيات. قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وآية 59 من سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وآية 35 سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة. طبعا هنا الوقف حسن، بعد الله نور السماوات والأرض تقف ثم تكمل. الدعاء اللهم أنر، اكتب هذا الدعاء، اللهم أنر بصري وبصيرتي، اللهم أنر بصري وبصيرتي وقلبي وعزيمتي بنورك يا نور، واجعل لي نورا أمشي به في الناس. اللهم واجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا. اللهم أعطني نورا، عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا. اللهم أعطني نورا، اللهم زدني نورا يا نور السماوات والأرض يا أرحم الراحمين. هذا هو الدعاء، قوي جدا جدا جدا. إذا تلتزم هذه الآيات 66 مرة، وهذا الدعاء بين كل آية وآية 10 مرات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم، فتح الله عليكم يا الله. مهم جدا يا إخوان يكون النية في تلاوة هذه الآيات محبة الله سبحانه وتعالى، والتأمل في عظيم إحاطة علم الله، حبا لله وطاعة لله وعبادة لله، نعم، لا لغرض دنيوي فتأتيك الدنيا راغمة. يقول صاحب التجربة: كنت في المستشفى، دخلت في غيبوبة بعد إعطائي إبرة بنج، فجأة وجدت نفسي في السماء. الآن يا أخوان الناس في هذه التجارب، وهي تجارب اقتراب من الموت وليست الموت، بدنا نفرق كثير. هذه تجارب دنيوية، لكن آية من آيات الله سبحانه وتعالى مثلها مثل الرؤيا الربانية الرحمانية، رسالة من الله سبحانه وتعالى يوقظ بها قلوبا غلفا. فبعض الناس يجد نفسه فوق جسده، خلينا نحكي 70% من الناس، 80% يرى نفسه ممدد، يقول من هذا؟ هذا أنا. طيب من أنا؟ يكتشف أنه الروح، يكتشف ثم بعد ذلك يكتشف أنه ميت، ثم ينادي كل أهله ولا أحد يسمعه، يكلم زوجته، يكلم أولاده، يكلم إخوانه، بعدين بيسلم أمره لله سبحانه وتعالى. بعض الناس تخرج أرواحهم من أجسادهم كما أخبر الله في كتابه عند النوم،
أو عند غيبوبة مثل تجارب الاقتراب من الموت، ويعيش في الدنيا، يذهب من المستشفى إلى البيت إلى العمل بروحه. وبعض الناس سبحان الله يجد نفسه بين يدي الله في السماء. هلا هذا الإنسان عاش تجربة مثل هذه التجربة. شو اللي صار؟ قال وجدت نفسي في السماء بين يدي الله مباشرة، شعرت أن الله قريب محيط مطلع علي، فطأطأت رأسي، لم أستطع أن أرفع رأسي من عظمة هذا الجلال، ثم رفعت يدي بالدعاء وأخذت بالاستغفار والتبتل. رأيت شخصا سألني لماذا لم تكن تصلي؟ وقعت هذه الكلمات كالصاعقة على رأسي، لم أعرف بماذا أجب. لقد كنت ملتهيا بالدنيا وشهواتها. وأنا واقف بين يدي الله العظيم المتعال، وتلقائيا وجدت نفسي أرفع يداي وأقول يا رب سامحني. كررتها مرارا وتكرارا، فأجاب ذلك الشخص إن الذنوب والمعاصي والسيئات